ليلى اهلا بيكي، منورانا في وان شوت. اهلا بيكي يا هاجر. كلمينا الاول عن نجاح الاغنيه. طبعا ما شاء الله يعني مليون مشاهده في 3 ايام او في 5 ايام ماكسيموم تقريبا، وترند رقم 3 على اليوتيوب. فكلمينا عن نجاح الاغنيه وردود افعال الناس. والله انا بجد اتفاجئت قوي بردود افعال الناس، لانها بجد كانت مفاجاه بالنسبه لي وكانت حلوه قوي، فانا اتخضيت منها واتبسطت في نفس الوقت قوي. و... ولقيت ناس كتيره قوي بتكلمني، ناس بقالنا كتير كمان ما كلمناش بتكلمني، ناس بتبعت ناس تكلمني تقولي ان الاغنيه حلوه في الشارع. الحمد لله الفيدباك تحفه، فانا يعني مبسوطه قوي الحمد لله من فيدباك الاغنيه. ليكي في الموضوع طبعا كان موتر جدا، خاصه ان انت كمان عملتيها فيديو كليب، ودي مش يعني مش اي حد بيعمل اول اغنيه ليه بيصورها فيديو كليب. بالظبط، انا الصراحه كنت متوتره قوي وخايفه قوي، لان انا الاغنيه لما سمعتها كانت صعبه قوي، يعني انا كنت حاساها صعبه قوي. انا دايما قبل اي حاجه بقعد اقول لا مش هعرف اعمل كده، وبعدين بعملها الحمد لله. الاغنيه كانت بالنسبه لي صعبه وتقيله قوي، فكنت متوتره عشان ما اكدبش الصراحه، بس دايما ببقى عايزه اطلع للناس احسن حاجه، وببقى عايزه دايما ابسط الناس واخليهم يريليتوا للحاجه، ليها رساله او حاجه يستمتعوا بيها. فكنت دايما حاطه ايدي على الموضوع ده. اشكر بابي جدا، لان هو من اول يوم وهو بيشجعني وبيدعمني ومآمن بيا دايما. بابي بجد هو اللي اصر كمان ان الكليب ده يتصور، قال لي لازم، لان بابي عنده فيجن في الدراما، وهو بيسمع الاغنيه هو شايفها متصوره، فهو قال لي لازم الاغنيه دي تتصور. وهو ساعدني في اداء في حاجات كتير قوي في التمثيل، من اول ما بدانا نصور الكليب وهو بيخرج مني كم طاقه واحساس، احاسيس رهيبه في الكليب. فانا عايزه اشكر بابي قوي قوي، لان انا لولا كمان ما كانش الكليب ده اتعمل. بجد عايزه اشكره قوي، ويعني بابي الجندي المجهول في كل ده الصراحه. عايزه اشكر طبعا اسلام زكي ان هو اداني الفرصه دي، هو اللي عرض عليا الاغنيه، وان هو كان مآمن بيا وواثق فيا جدا، وبيقول لي انا مش شايف حد غيرك يغنيها، فانا عمري ما هنساله الجمله دي. وان انا كنت بقول له لا انا مش هعرف، هو كان بيقول لي لا هتعرفي، فالاصرار ده هو اللي خلاني اطلع الحمد لله حاجه حلوه. عايزه اشكر مامتي طبعا، لانها ما سابتنيش لحظه. يعني بابي طبعا كان واقف جنبي وما سابنيش دقيقه، وكان بجد بيعمل الادوار كتير قوي مش دوره بس، كمان مامي كانت معايا وانا بسجل، وهي مامي ودنها موسيقيه قوي، فهي كانت مامي بتساعدني في حاجات في الغنى. عايزه اشكر ملك واختي. عايزه اشكر طبعا اول حد وقفني قدام المايك هشام جمال، شكرا قوي على تشجيعك ودعمك دايما، وان انت شايف فيا مواهب كتيره قوي، وكل شويه بتخرج مني مواهب كتيره قوي. فبجد شكرا يا هشام قوي ان انت امنت بيا ووثقت فيا. طبعا عايزه اشكر منتج الاغنيه طبعا استاذ معين مطراجي، شركه كروم برودكشن، على دعمه وحبه وايمانه بيا، وشكرا قوي 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 بجد على مجهوده، لان هو تعب قوي في الاغنيه دي. وطبعا الكاتب الشاطر قوي 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 محمد حسن، شكرا قوي يا محمد بجد، وانت شاطر قوي وانا مبسوطه قوي بالتعاون معاك. مش عايزه انسى حد. عايزه اشكر مين بقى تاني؟ عايزه اشكر فرح ومنى، فرح مديرة اعمالي، ومنى صاحبتي. اصلا الناس كانت متخيله اول بوست نزلتي لي هشام وان انت شكرتيه، كانت متخيله ان هشام هو اللي انتج الاغنيه، بس الحقيقه ان هم اتفاجئوا ان هشام اللي اخرج الاغنيه. ايوه لا، الاغنيه اصلا زي ما شرحت او حكيت في الاول، ان اسلام هو اللي كلمني وعرض عليا الاغنيه دي، لان احنا اصلا بقالنا كتير عايزين نشتغل مع بعض. فانا دايما بحب اخد راي هشام في الاغاني او في الشغل او الحاجات اللي بعملها، لان انا دايما بثق في رايه جدا، وهو ليه نظره معينه بتعجبني جدا. فرحت اخدت راي هشام وسمعت الاغنيه، عجبته جدا جدا جدا، وكان فخور بيا قوي، وان انا صوتي كمان اتطور عن حاجات تانية. فهو كان مبسوط بيا وباحساسي وبالاغنيه جدا، عجبه اللحن جدا والتوزيع والكلمات وكل حاجه. زي ما قلت قبل كده هشام اصلا ما بيعجبوش العجب زي ما قلت قبل كده، بس يعني هو هشام بيكي قوي، بيعجبه حاجات يعني اللي هو المميزه قوي او الجامده قوي. فهو عجبته الاغنيه جدا وشجعني قوي قوي، قال لي خلاص لو الاغنيه دي هتتصور انا هخرجها لك. فطبعا انا عايزه اشكره جدا على تعبه ومجهوده معايا، وبجد هو يعني اخ وصديق، ودايما بيقف جنبي ودايما بيشجعني وبيسبورت دايما. فعايزه اشكره قوي، هو اخرج الاغنيه، والرساله بتاعه الكليب كانت فكره هشام جمال، والاخراج طبعا، وفكره ان احنا نصور في التلج والحاجات الكرييتيف دي اللي هي مش متكرره كتير، الحمد لله دي كانت فكره هشام برضو. فانا عايزه اشكره قوي قوي. لك زوز
في الفالنتاين جابلك ورد بوبي وحاجة. يعني حبيبي يا بوبي والله. عشان بصي هو احنا كنا بنجيب لمامي ورد عادي، ففجأة لقيت بابي بقى جايب لي ورد ومكشم قوي كده ومش عارفه ايه اللي هو ما حدش جاب لي حاجه على فكره. فلقيته جايب لي ورد وجاب لي ملك وجاب لي منى ونور، اللي هو يعني ما حدش هيجي يجيب لكم حاجه وهتبقى احلى من بتاعتي. انا اللي هجيب لكم، وانا اللي هفضل دايما ابسطكم والحاجات دي. فجاب لي ورده بقى كاتب لي عليه بقى مسج، مش فاهمه هي تهديد ولا هي ايه بالظبط، بس هي يعني كان والله كلام جميل قوي. بس اللي هو كاتب لي بنتي وصاحبتي وحبيبتي واللي مش فاكره كان كاتب لي كلام حلو قوي والله. بس اللي هو انه يا رب دايما تفضلي ناجحه وشاطره وان انا دايما انا اللي هفضل اجيب لك ورد، ما حدش غيري هيجيب لك ورد واي حد هيجيب لك ورد مش هيبقى احلى من بتاعي. قعد بقى هو يقول لي الكلام ده، اي حد هيجيب لك ورد مش هيبقى احلى من بتاعي، وبس ما يفكرش اي حد يجيب لك ورد ومش عارفه ايه اللي هو بيرمي لي كده. قلت له بابي انا ما حدش جاب لي حاجه والله، انت اول حد يجيب لي اهو. بس انبسطت قوي ان انا الفالنتاين جيفت بتاعتي كانت من بابي، فانبسطت قوي. طيب اخر حاجه هنتكلم عنها رمضان 2023 مسلسل تلت التلاتة. قولي لنا ازاي جبت ترشيح ودورك في المسلسل. استاذه غاده عبد الرازق هي اللي رشحتني وكانت عايزاني في دور ياسمين بنتها، فانا كمان قريت الورق اتبسطت جدا 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 واتحمست قوي للمشروع ده، عشان هو بجد يعني الورق مش طبيعي ما شاء الله. فانا اتبسطت قوي واتحمست قوي وحسيت ان انا عايزه اعمل كده. طبعا اول حد خدت رايه كان بابي، لان هو دايما باخد رايه في الحاجات دي، لان بابي دايما اختياراته ما شاء الله بتبقى حلوه قوي، فبحب دايما اخد رايه عشان يقول لي هل ده مناسب ليا ولا لا. بابي عنده وجهة نظر انه شايف انه طالما انا بستخدم الرولز بتاعته ومش بتخطى الرولز اللي هو حاططها لي في الفن، فخلاص تمام اعملي اللي يناسبك ويكون حلو ليكي. فهو دايما بابي بينحي اي حاجات او خلافات او حاجات شخصيه عن بناته وشغل بناته. هو دايما عايزنا نطلع باحسن صوره ودايما عايزنا نطلع ناجحين وشاطرين. فهو بابي لما شاف ان دي حاجه هتضيف لي قال لي طبعا اشتغلي وشجعني، هو اول حد شجعني الصراحه.